لا، وسيف ايوه كان بجد الملعب اتقفل كان خماسي. كان مهووس بالموضوع. سيف كان بيقضي اليوم كله في الشارع، ده بجد. اه انا كنت امم بقضيها سيف لعب كان دي. لعيب بجد، سيف كان لعيب لعيب، وبعدين كان مهاجم حبيبي حوار. يا اسطى، الله يخليك. والله العظيم كان الله مهاجم جامد. يخليك يا اسطى. الله يخليك يا والله اسطى، العظيم ايام بجد. يا اسطى راحت. كان عليه ايام. شوية اجوان ايام. سمكة، الوحيد اللي كان بينط في المساكن يلعب فاكر يجيب برضه اجوان بقى سمكة. عاملين ايه يا رجال؟ كله ياه. زي الفل. ياه. كلنا فرحانين. الحمد لله. لا لا ماس. ايوه لا. بالظبط، عشان المنتخب. يلا شاطر، ماس. لا كئيب، لا بتتفرجش على كورة، يلا. والله يا بس انا صاحبي نايم. حاولت انا عايز اقول لك بحاول اتابع الفترة دي. شفت شفت بس بتفرج على الحاجات تاني يوم، بتفرج اصلا على الماتش تاني يوم. انا داخل مقضيها عارف النتيجة، ملخصات. مفيش سسبنس يعني. مقضيها ملخصات. لا بتفرج على الماتش كله. ايه يا نهار المتعة في كده؟ ابيض. ايه المتعة في كده؟ انت بتخلف يا ابني. بعمل لنفسي اجواء فاهم، واجيب بيبسي وحاجات واقعد اتفرج وعادي كاني بتفاعل وعادي. المهم ان انت بتتفرج يا اسطى، ما انا الحمد بصراحة لله. مش هصحى الساعة 4 الفجر يا جماعة و5 الفجر اتفرج على الماتشات، يعني بحاول آه. اعيش انا الاجواء لوحدي بقى، كده كده مش فارقة، فمفيش قهوة مفيش اجواء يعني انا تمام. لا يا معلم، احنا القعدة في تعالوا البيوت نتفرج على واللمة في الماتش البيوت الجاي حلو. لايف. تعالوا نتفرج عليه مع بعض هنا. مع بعض هنا ازاي؟ نشير سكرين في هنا، شير سكرين ونقعد نتفرج عادي. ايه الاخبار؟ الحمد الحمد لله. لله. بس انا مبسوط بحاجة صعب، انا مبسوط بالفعاليات والله اللي بتحصل وقت الماتش. الناس انا رجعت منبهر تتجمع بصراحة. بالفان زون اللي في العاصمة. اه جميلة، شكلها حلو منبهر قوي. بيها طبعا. اه اجواء حلوة قوي يعني يعني حرفيا اجواء صيفية، اللي هو خروج ولمة وناس واكشن وكده وحوارات، جامد قوي واحنا الموضوع. كمان المصريين ما اتجمعوش ورا المنتخب التجميعة دي من 2010. ماتش الجزائر باين انا اي فاكر. من 2010. ايوه ايام فاحنا تصفيات الجزائر لما خسرنا وبتاع. بالظبط. مم. هي بصراحة في كل المحافظات وفي كل المدن الناس بتحاول تعمل حاجات على قد ما تقدر، وبصراحة كلها شكلها حلو. اه لا الموضوع حلو جدا واجواء تحفة، تحس يعني تحس ان انت في كاس العالم فعلا، في فايبس حلوة والناس بتشارك، يعني حلو. منبهر يا بصراحة. ابني كانوا شايلين وبيزنس الراجل وايز بتاع برضو. الدليفري يا ابني في الشارع، شايلينه بالمكنة يا ابني عمالين يلفوا بيه. ايوه انا شفت الفيديو ده، تحفة 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 بجد، يعني اللي هو ايه ده، وصلنا لكده يا جماعة؟ هي وصلت لكده. ايوه. وكان في لا يا انا ابني. فاكر في 2010، مع اني مش شخص كروي يعني، بس انا شفت ماتش اتفرجت على الماتش بتاع الجزائر الاول، اللي كنا في المفروض كانوا 2009 صح؟ هم. الماتش ده كان في مش 2009. فاكر 2009 التصفيات بقى. انا بس اتفرجت على الماتش ده، بعدها كان في احتفالات كتير قوي في الشارع وزحمة وكل الناس راكبة على العربيات ومش عارف، ما شفتش الاجواء دي تقريبا من وقتها اه من بعد يعني. كأس الأمم 2010 اللي كسبناها ما اه حصلتش تاني. ايوه بالظبط. دلوقتي بقيت بتفرج على الفيديوهات والحاجات، لا الناس عايشة الاجواء تاني والدنيا جميلة والناس مبسوطة يعني. وعجبني المنتخب برضو بيطلع يعملوا قلق، عاملين قلق في اه امريكا بعد بصراحة. الماتشات، طالعين بس صبايا الطرش انت. وانت ايه رأيك يا ابو السيوف؟ يا انتوا فكرتوني بذكريات 2010 او التصفيات اللي هي بتاعت 2010. انا فاكر كنت انا متاثر قوي في ماتش الجزائر ده، واخد امم بالك. كان فيلم العالمي مؤثر على نافوخي، اوف اوف. واخد بالك. فايه اللي حصل بقى ساعه ما خسرنا؟ امم انا كنت تعبان نفسيا، تعبت نفسيا في لحظتها. مم. لحظتها نزلت يومها. قلت انا انزل اجيب تيشيرت منتخب مصر دلوقتي حالا. ساعه الخساره، الضحك بقى انا نازل، فمش داري انا لابس ايه. بص الحته دي ركز. فنزلت مشيت، وانا في وسط السكه لقيت واحد وقفني، قال لي يا عم انت لو كملت لاخر الشارع هيذبحوك. بقول له ليه يا عم؟ قال لي انت نازل بترنج اخضر فاخضر واخد بالك. وانا مش واخد بالي، انا مش واخد بالي خالص. فكان في محل
بتاع تيشيرتات كوره فاتح في حافظ وهبي، انا مش فاكر اسمه. فانا قلت هدخل، هو عنده تلاقي كل حاجه، دخلت عنده كل التيشيرتات اللي في الدنيا ما عدا تيشيرت منتخب مصر مش عنده. قمت جايب تيشيرت ريكاردو كاكا وروحت، واخد يا بالك بس. لا سيف التيشيرت عنده اسود. ذكريات مع تيشيرتات الكورة ف- ياه. رهيبة رهيبة. اه. يا لهوي فاكر. يا جدعان. مم. 2010 بقى، من افريقيا، انا نزلت بقى جبت تيشيرت جده، واخد بالك، جبته من مم. محل كده في العجيز. مم. كانت لا دنيا ايام. الرياضة. كانت ايام سيف الواحد كان كان كل بيقعد. ما يشتري تيشيرت لعيب كورة يمشي من النادي بتاعه. انا يا نهار ابيض، لا او حاجه، او التيشيرت يتغير، يعني مثلا كريستيانو ساعه ما فكرت اجيب التيشيرت بتاعه، جبته في اليوم اللي راح فيه ريال مدريد، وانا حصل. جبته مانشستر، جبته مانشستر يونايتد. الضحك بقى، اسمع الضحك، رحت جبت بقى قبليها، كنت اول تيشيرت اجيبه في حياتي كان رونالدينو. تمام. مم. انا جبت بتاع رونالدينو برشلونه رقم 10، يا دوب ما كملش معايا، قام جاي مشي من برشلونه. انا سبت كريستيانو، ما سبتوش، رحت أيوة. جبت تيشيرت كريستيانو في الريال، كان رقم 9، اول ما جبته بقى رقم 7. لحد زهقت بقى، فعملت ايه؟ قمت جايب تيشيرت مانشستر سيتي وكتبت عليه اسمي من ورا وعملت رقم 9. انا خلاص جبت اخر. وصل للحل جبت في اخر. الآخر، أنا هكتب اسمي مش هجيب لعيب بس خلاص محدش ان أهم انا مني. بالظبط. ضحك محدش أهم ضحك. مني. كانت ايام يا جدعان والله، كانت ايام. الواحد كان بيلعب في الشارع، كان بيطلع طاقته في الكوره ديت. كان الملاعب مش موجوده لسه، ما كانش في ملاعب، كنا كان بنلعب بالطوب كده، نعمل اجوان وبتاع، واخري انط جوه المعهد الديني، ادفع للراجل اللي 5 جنيه، او واخد بالك، وننط نلعب في الملعب جوه. هو كان ما ده كانش الملعب ملعب، الجامد هو بقى. كان تراب. هو حرفيا كان تراب، ايوه، ايوه. أرض مش تراب. ما كانش بقى لسه اختراع النجيله والترتان والكلام ده ما ما كانش كانش ظهر لسه. يعني. ما كانش. ما كانش في ده ملعب نجيله 2000. في البلد كلها تقريبا غير في الاستادات الرسميه يعني. أنت فاهم؟ بالظبط. ساعتها فعلا كل ما كانش في مدينه لسه الاستاد الاستاد. الرسمي بتاع المدينه ده هو اللي فيه صح. الملعب. لا وسيف ايوه كان بجد، الملعب كان الخماسي. كان كان مهووس بالموضوع. سيف كان بيقضي اليوم كله في الشارع، ده بجد. انا كنت امم. بقضيها سيف لعب. كان لعيب بجد، سيف كان لعيب لعيب، وبعدين كان مهاجم حبيبي يا حوار. اسطى، الله والله يخليك. العظيم كان الله مهاجم جامد. يخليك يا اسطى. الله يخليك يا والله اسطى، العظيم ايام بجد. يا اسطى راحت. كان عليه ايام. شوية اجوان ايام. سمكة، الوحيد اللي كان بينط في المساكن يلعب فاكر يجيب يا اسطى اجوان بقى، سمكة. انا مره عملت سمكه ما كانتش على دماغي ده. وزحفت في الارض. زحفت يا اسطى، بص الضحك، انا زحفت زحفه، التيشيرت كنت لابسه اصفر، امم. اسود من زحفه على الاسفلت، صدري يا ولع الله. مش من الطعميه من الاسفلت. يا راجل. مره عملت دبل كيك ما جاتش، عملت ارتقاء يعني، اللي هو كانك واقع على مرتبه ووقعت على الاسفلت. شهيد سيف، اه. شهيد مضحي. الضحك بقى، في مره عملت ارتقاء دبل كيك وجت، الفرقتين طلعوا يجروا ويحتفلوا معايا. فرقتين. فرقتين من حلاوه الجو. امتى بقى الواحد بدأ بقى ايه، ينشغل عن الكوره والكلام ده؟ اول ما عملوا الملاعب الخماسي، مع الناس ساعتها بقى كانت الملاعب دي حلوه، اه امم. واخد بالك، ساعتها بقى الواحد بدأ بقى ينشغل، وحوارات وكليه وبتاع، واخد بالك، يعني كان بس وبعدين الملاعب غلوا الخماسي دي. الموضوع برضه يعني الموضوع بقى مستفز يعني انت كنت الاول بتنزل تلم اصحابك في الشارع، طوبتين عملنا ملعب يلا نجري ونلعب اه. ونتبسط ببلاش. م. انت فاهم؟ ايوه. اما بعد كده الموضوع بقى تجاري وخماسي وترتان ومش عارف ايه والقصص دي بقت برضه يعني محتاجة بادجت. ايوه. وانا زعلت على العمر اللي ضاع امتى بقى، لما اول مره لعبت خماسي، اول مره مم. خالص، زعلت على العمر اللي ضاع على الاسفلت، واخد بالك، انت فاهمني، كان نفسي يبقى فيه اهتمام. والله كان نفسي يبقى فيه اهتمام بالعيال اللي بتلعب في الشارع، واخد بالك، ويعملوا لنا الملاعب دي وما تبقاش حراقه، يعني بس يبقى لو نفس فلوس تفتكر البلاي زمان ستيشن. على أيامنا سيف كان في دورة بيبسي للمدارس وكان في الحاجات دي بس يا عم ما كانوش وكان كان مش اي حد بيعرف يلعب فيه. بالظبط. احنا كنا المدرسة عندنا واخد بالك. كان برضو يعملوا الدورة في المدرسة ونلم فرقة وبتاع مش عارف ايه، ما كان يعني عايز اقول لك الفرقة اللي كانت بتكسب الدورة دي كانوا بيقولوا لنا دي اللي هتروح تلعب باسم المدرسة في دوري بيبسي للمدارس وبتاع مش عارف ايه، ما كانوش بياخدوني. ايوه بقى كانوا كلنا كان نفسنا نلعب، مش عارفين نلعب. بالظبط ما كناش واخد عارفين بالك. فعلا.
انت ما كانش عندك حتى يا معلم لما كنت بلعب باسكت في النادي، كان برضو كان في دوري الباسكت، كان بيتعمل على مستوى الإدارة وبعد كده بيتلعب على مستوى المنطقة وبعدين المحافظة، حاجة كده يعني. اه انا يا ابني كنت بعاني لان ما كانش حد يعرف اي حتى مدرسين الالعاب اللي في المدرسه ما يعرفوش ايوه، اصلا عشان انا الرولز فاكر بتاعت المدرسه الباسكت ايه. كلها كان فيها باسكت واحده نص. ايوه هي المدرسه كلها واحده حرفيا وهي مش كنا اتنين. بنلعب جون يعني مشترك. لا العب جون مشترك باسكت حرفيا. انا حرفيا. فاكر المدرسه كنا فيها يعني. اه فهي كانت ولما رحت يا معلم وبعدين مش ملعب باسكت وبلاط لا لا وكده، لا لا عادي يعني مفيش. نجيله اه اصلا. ما كانش نجيله، اللي هي حتى كان النجيله اللي تراب. بتنمو في حوش المدرسه اثناء الصيف، ايوه بالظبط. لان مفيش اطفال، مفيش حد بيروح، فكان في نجيله بتنمو. فهو كنا بنلعب على دي باسكت بالظبط كده. ولما رحت وبكرة القدم اصلا. لا انا بقول لك حتى لما رحت بعد كده الدوره بتاعت المنطقه دي، انا المدرس بيقول لي لم لك فرقه من المدرسه. طب ما لم لي فرقه من المدرسه، العيال ما بتعرفش اصلا، مش عارفه اي حاجه، وانا المفروض ان انا رايح وبلعب بقى ناس تانية فرقه. اكتشفت بقى وانا هناك ان كل المدارس اللي رايحه مدرسين الالعاب عارفين الرولز بتاعه الباسكت، فمحفظين العيال والعيال بتعرف تلعب، وانا قدامهم لوحدي. دي ذكريات وحشة، كل ما اجي مش اباصي هنحكيها. لحد، كنت يا تمام، فنان. يوم جاي ايه يا معلم، يوم جاي الحكم حاسب عليه فاول. ليه؟ علشان المعلم مش عارف يتحرك بالكوره، ابسط حاجه. ده جو فيلم لا مؤاخذة ده مش عايزين نحكيه. انتوا فكرتوني بملعب الكامب نو في منطقتنا، اللي ما كانش فيه الملعب الخماسي. اه اي ملعب الكامب نو بتاعنا كان المكان ده كان ايه؟ ارض ارض المحطه. المحطه. دي بقى كانت ملعب تحفة. جامد، اه دي كانت تحفة. جامد دي وهوا، اه بقول لك ايه، كانت هوا وواسعه، ويا ايوه، لهوي، دي كانت ومستويه كده. تحفة اه واسفلت ما ومش كانش عارف ايوه ايه. اسفلت، كان ملعب طوب، خماسي كان صح؟ طوب كبير كده، حاطينه جنب لا بعض. لا ما كانش لا لا اسفلت. لا, لا. دي كانت الجماهير فوق بتقعد يا عليه. عم. دي الصدادات كانت في جنب، اه انما الارض الصدادات، ايوه نفسها صح صح. كانت اسفلت. احنا كنا بنطلع، اللي هيتفرج هيطلع على دي صدادات القطر ايوه، دي، واللي هيلعب هيلعب تحت. وكان في، كان فاكر جمدان يا انا، جدعان. كان في جروب صيني او فلبيني كده. ما كنتش بفهم الموضوع ده خالص. كانوا كل يوم الصبح بيروحوا يلعبوا، يحطوا الجون اللي هو الصغير ده. اه صح صح ايوه ايوه صح. افتكرتهم. بيحطوه على ايوه طول. ايوه كانوا بيقعدوا يلعبوا يعني. كانت اجواء لطيفة يعني. كانوا هم ليهم صح. ركن كده. بس وهنا اول احنا مرة نشوف اجانب في حياتنا. احنا كنا فاهمين الخماسي غلط ساعتها، لا سيف الخماسي المفروض احنا ما ما الملعب كناش بيبقى كناش عارفين يعني صغير. ايه خماسي. احنا كنا بنلعب بالحب. كان اسمها على ايامنا، كان اسمها كرة شوارع م. باين. على لا انا ايامنا قصدي كان على في حاجة، لعبه ايام الملعب رونالدينيو. بتوصل الخماسي فيها كان الخماسي بيبقى ديت، اصغر من كانت ارض حوار. المحطة. ارض المحطة كانت ايوه بتبقى كبيرة واحنا كنا بنلعب فيها 4-4 مش 5-5، حتى احنا كنا بنلعب أربعة على عشان احنا أربعة طبيعي عددنا ده كده، احنا مش كنا رايحين نلعب، بنموت. احنا هربانين. كنا بنموت في ايوه. الجري هناك والله العظيم. كان اللي بيروح فعلا مشوار. انا فاكر يا جدعان، اللي كنا بنزوغ في ثانوي من المدرسه، بنروحش المدرسه وبنلعب في ارض المحطه حافيين، انا يا جدعان في عز الشمس يعني أيوة. 12 الظهر، وبنجري حافيين على ارض المحطه اللي هي جمال بلاط، اللي خيل، هي اسفلت. جمال بيلعبوا كورة. ايوه. دكر، دكر اقع، اقع بقى، اقع خرشة معاها مستديمه، ولا واحد يخبط واحد بقى يوقعه بقى، يا لهوي. لا كانت دي بتبقى كانت صعبة الباتا، صعبة، الإصابات اللي هناك لابس باتا، مرعبة. اللي لابس باتا هو اللي يسندل في الملعب ده. اه ده حقيقي. ايوه لا فاكر وبعدين ايام كانت باتا متقسمة، ما جميل. كانتش أرض واحدة، كان في الملعب الرئيسي، كان في ايوه، مكانين تانيين كانوا ملاعب برضه. كان في ملعب ورا كده كنا احنا اه ده بنحبه، ايوه ده كان عشان كان جامد، وفي صغير. الطراوه كده. عشان كان صغير كمان. ايوان، ايوان، في الطراوه، وكان في كولدير هناك، ايوه كان صح. حلو قوي، الملعب كان جامد. الكبير ده كان بيهد حيلنا، لا سيف والله العظيم. ايوه ده مش طبيعي يا عم. انا فاكر في مره، فاكر الموقف ده، كان الجو حلو، كنا قبل المغرب كده يعني، اللي هو ايه، اللي فيه شمس بس بسيطه، اللي هي المغربيه دي. فجاه حصل خناقه، واحد ضرب واحد ومشي، فاحنا بنلعب اهو، لقينا ناس داخله بسيوف، انا اول مره اشوف الكلام ايه ده. يا جدعان، ايه يا جدعان، ايه يا جدعان، إيه الحلقة سيوف، دي؟ سيوف في ماتش كوره، ايه، دوناتيلو داخل عليه. أيوة. لا اللي هو طب نكمل الماتش. الذكريات دي والله العظيم كانت حوار. المتعه بقى
المتعه بقى يعني الواحد بجد كان في جوان يا جدعان بتيجي حلوه قوي والواحد لابس البات. كان في ايوه. جوان جامده. لا وبعدين والكور بقول اللي لك ايه، تكسب. المدرجات اللي الشطر كان بيقول عليها دي، كان في بيبقى بشر قاعدين عليها بيتفرجوا، كانوا بيشجعوا بجد. اه ايوه، انت ممكن واحد ما يلعبش بس يروح يقعد يتفرج. اه بالظبط. يعني انا في مرات كتير ما لعبتش ورحت اتفرج، كانت ركبي تعبانه وجعاني بسبب اصابه في الملعب ده. ايوه. ايوه، انا حصل اجواء لي عادي، اصابه. وعايز تشارك صحابك وعايز تعمل. ايوه، انا مره حصل لي اصابه غشيمه. لعبت ماتش ساعتين. ساعتين ليه ساعتين؟ ما كانش بالوقت اصلا، يعني كان هي بالفوره. قبل اه. خمسة الفورة من خمسة الفورة من 10 كده. ايوه، كل شويه بقى نتعادل ونلعب الشوز من اتنين، الشوز امم من ثلاثه، حاجه كده لغايه بقى انا خلاص تعبت. قالوا هنلعب ضربات جزاء. فجينا نلعب ضربات الجزاء دي بقى يا باشا، انا جاي اشوط وانا ما كنتش بضيع ضربه جزاء. فجاه يا باشا لقيت ركبتي، تمام، لفت لوحدها. المفصل بتاع الركبه بيتهز كده، بيطلع ويدخل تاني. بس يا باشا قعدت في البيت شهر مش عارف، شوط ضربه الجزاء خبطت في طرف الكوتشي وطارت بعيد. الكوره طارت كده بعيد. ما شطش تاني بقى، قعدت فتره ما شطش، كنت بروح اتفرج بس. اروح بس اقعد كده اتفرج على الماتشات ومتحسر. لا، بس بقول يا كان اللي نفسي العب. كان بقى يا صاحبي، اللي كان بيتعمل عليه حفلة، مين اللي كان بيشوط الكورة وقطر معدي يا لهوي. فياخدها وهو ماشي؟ القطر كان بياخد يا الكورة وهو لهوي على ماشي. الضحك. ده كان بيتمسك بيتهان، ده كان بياكل يا علقة. لهوي. بس سبحان الله احنا الواحد الفتره دي كان في صحه مش طبيعيه. ده حقيقي. يعني الكوره لما انت بتقول لي قطر يخبطها وتطير دي بتروح بعيد. اه. الواحد كان بيجري يجيبها ويرجع تاني وبيلعب عادي، ايوه وهو يعني. حاطط في دماغه ان هو مكمل كده ال دلوقتي 12 تلاقيه جمهور. اه. جاي له دوت ضغط بيقول لك مش هنزل اخده، آه، بيقول لك هاخده من البلكونه بس. ايوه. مكسل ينزل يجيب دوت يا ضغط. جماعه انا في مره لعبنا في ارض تانية اللي هي في منطقتنا برضه، اللي هي ارض الصاري، تمام، مم. زمان خالص. كانت برضه من الكامبينو برضه انا عندنا، ده كنت كامبينو تاني. بكرهها، كنت بكره ارض السوري. انا حصل لي فيها بقى اصابه اسوأ من اللي فاتت. بجري باقصى سرعه ليا وفجاه رجلي وقعت في حفره وانا كملت. آه. يعني رجلي جوه انا جسمي كمل. ما بالك بقى انا ايه اللي توم اند حصل جيري، لي؟ فاهم؟ اتفرج على توم اند جيري. ايوه اه. انا مش قعدت برضه في البيت طبعا نفس كذا حاجه كده. الشهرين، نفس الشهرين اه تاني. اه. وعشان كده انت كل اللي انت عايش فيه ده. سيف احنا ضحك يا برضو احنا جدعان. كنا خلصت حصل في متخلفين الدنيا ان في اول احنا سيف. 15 سنه. يعني ارض المحطة دي كانت اكنها فعلا ملعب بتاع استاد، كانت كبيرة قوي. اه انت بتقول انت ايوه كنت بننزل نلعب اقل ماتش ساعتين ماشي، واحنا كنا مش بنلعبه 11 ل 11، لا احنا كنا بنلعب 4 ل اه 4، اللي هو واحد واقف ايوه. جون وثلاثة بيلعبوا اصلا. ايوه ماشي. ونقعد اكتر مساحات. من ساعتين، احنا كنا بنروح البيت مساحات. ميتين ميتين. ايوه. بس يا جدعان كانت متعة بصراحة، الايام دي كانت متعة. الواحد كان بيطلع طاقته. الواحد كان بيطلع طاقته. وخلاص انا زعلت لما عملوا معاه اللاعب الخماسي واحنا على كبر بقى وبقت بفلوس وكده. كان نفسي واحنا صغيرين الملاعب دي تبقى موجوده بفلوس رمزيه زي فلوس البلاي ستيشن. يعني احنا كنا بنروح بلاي ستيشن بنص جنيه، بجنيه، واخد بالك؟ لو كانت الملاعب دي موجوده بنفس السعر كان المواضيع فرقت في مستقبل الواحد. مش هقول لك بقى يا عمي مش هم فرقت في. اصلا ليه ما كانوش بيعملوا مثلا المدارس في الويك اند، يفتحوا ملاعب المدارس بفلوس رمزية في الويك اند، مثلا الشباب تروح مثلا تلعب في المدرسة، ويبقى معاهم برضو مدرس الألعاب وهو المسؤول عن تدريبهم ويخلي باله منهم والكلام ده كله. يا معلم، اه هو والله دي فكره حلوه. المدرس ما بيصدق برضه ياخد اجازة زي ما انت بتاخد اجازة. ماشي، بس قصدي لو بقى في واحد ده ويك اند شيفت كده ويتاخد له ياخد اوفر تايم عليه، وهيجي ساعتين بس في الويك اند، الاوفر تايم ده هيتصرف من الفلوس اللي الطلبة هتدفعها، حتى لو فلوس رمزية، يتصرف له اوفر تايم وياخد باله تبقى روتيشنال بقى شيفت، فاهم؟ ممكن كل تكون الله ينور عليك. كل ويك الايام اند دي بقت مدرس. كده، ممكن تكون الايام دي بقت كده، بس احنا على ايامنا ما كانش في حل غير اللي سيف كان بيقول لك عليه، اللي هو الغفير، تروح تديله فلوس، نجمع 5 فلوس جنيه ونديها لنا، ايوه، ونديها له ونخش 5 جنيه نلعب دي في رقم. الملعب جوه. ما ده 5 جنيه دي الاقتصاد رقم ساعتها. الموازي، ده ايوه، ما الاقتصاد هو الموازي، الخمسة الفلوس جنيه اللي دي مش في كان البنك. بيدفعها مينيموم 15 واحد، كانوا بيلموا امم الخمسة جنيه اه دي، يعني احنا ما كانش في نلعب لحد فلوس. المغرب ما يجي. ايوه انا فاكر لحد اول ما ما الدنيا طلع تضلم نمشي.
ده كان الحل، انما دلوقتي انا ما اعرفش فيه ولا ما فيش بصراحة، بس ده كان الحل ساعتها. اه وعايز اقول لك برضو يعني هو اللعب في الشوارع على قد ما احنا كنا مبسوطين بيه، بس انت لو الاهالي كانوا فعلا بيتضايقوا مننا ساعتها من اللي احنا كنا بنعمله. اه ان بس احنا احنا كان نفسنا مش كان نفسنا كتير. نلعب نطلع يعني طاقتنا. هقول لك حاجة، مش كتير. يعني أنا فاكر كان في بيت واحد صاحبي كنا دايما بنروح نلعب قدامه، وبابا كان بيبقى فرحان بينا جدا، هو شايفنا قدامه. ايوه. ما رحناش بعيد، ما عملناش حاجة غلط، احنا واقفين بنلعب كورة قدامه وهو واقف يتفرج علينا من البلكونة أو قاعد يتفرج علينا، ممكن يشجعنا كمان. يعني دي حاجات أنا فاكرها بصراحة. يعني مش كل الأهالي بصراحة. يعني أنا فاكر أنا الشارع عندي بصراحة، أنا كنت بحب الناس هناك، لأن مكان قليل لما حد يطلع يقول لك لأ ما تلعبش هنا. يعني دي احنا كانت جميلة بصراحة. كانت المشكلة ان كان في عيال فعلا وقتها كانوا قليلة الادب، انت فاهم اللي هو ايه، احنا بنلعب اه، برضو ما هي دي شتيمة حاجة وبتاع بقى، ومش عارف ماشي، ايه ما هي دي حاجة. بس احنا كنا فالناس كانت يعني احنا. بتتضايق بصراحة من الموضوع ده. وبعدين لا، انا برضو فاكر احنا كنا احنا مثلا كنا 4 5 بيوت مثلا، بيطلع يعني كله 4 5 كلنا اصحاب. فبنطلع من انا وصاحبي وصاحبي ومش عارف ايه، ونطلع عند بيت حد فينا نقعد نلعب. ايوه. اه دي حاجه ما حلوه كانش برضه. بيحصل، كانت حاجة تحفة بصراحة. ايوه يعني انا الشارع ده لما بيجي في دماغي كنت بحسه كبير قوي. دلوقتي لما بقيت بعدي من هناك بقى صغير، والناس ما بقتش هي الناس، فبقت حاجات كتير متغيرة. بالظبط. والأطفال أصلا مش أطفال، مش عاوزين يلعبوا كورة، عاوزين يعملوا حاجات تانية. ف بجد فدي حاجة مش حلوة. بس أنا فاكر وقتها احنا كنا لأ، كانت كده. وكان أهل المنطقة يعني عارف اللي هو بيحاجوا على العيال، مم. يعني زي ما بيقولوا اللي هو لأ ايوه خليكوا هنا كان. العبوا قدامنا. ايوه بالظبط. وساعات الصلاة تلاقينا كلنا في المشهد، كلنا رايحين على رحنا الجامع. صلينا. كلنا اه، بنروح رحنا الجامع صلينا نصلي ونرجع ورجعنا تاني. دخلنا خدنا الكورة وطلعنا لعبنا تاني. كانت بالظبط. تحفة يعني. ايوه كانت تحفة. ايام كانت والله. كانت ايام والله انا حلوه افتكرت جدا دلوقتي الايام بصراحه، دي. بس انا زي ما اقول لك الاهالي كانوا بيتضايقوا من حاجتين بصراحه، ان العيال اللي كانت بتقعد تشتم. العيال الغريبة عن المنطقة اللي ايوه بتيجي بالظبط الدخيلة. بالظبط. أيوة، ما دي حاجة وحشة. وحاجه تانية، حقهم احنا يعني. كان لينا دايما ميعاد كل يوم، هو كان ايه، من الساعه 5 اخرك الساعه 9. كان في ناس بقى بتيجي بعدها بعد 9 دي، فالاهالي كانت بتتضايق من كده. انا كنت بقعد معاهم دول. ايوه الاهالي كانت بتتضايق بقى من الموضوع ده، اللي هو خلاص بقى انتوا خلصتوا ال4 ساعات بتوعكم، فخلاص بقى احنا عايزين هو ننام بصراحة عشان أنا ده عندنا شغل بالنسبة لي كان الصبح. المنطقي. إحنا كنا بنطلع فعلا هو من بعد العصر كده الساعة 4:30 5، نفضل لحد بعد العشاء وخلاص كده تمام. اه فهم هخش الناس أتفرج على عايزه تنام. مسلسل الساعة 9 وتنام. ايوه بالظبط. الحاج خلاص متولي. كده. مثلا وتفتح القناة التانية تشوف هيركليز. ايوه بالظبط. ده زمان ده. اه، تفتح القناة التانية تشوف هيركليز وتنام. هي يعني كانت منتهى الطفوله الجمدان. حلوه بصراحه، ولعب الشارع كان حلو. ايوه. واحنا وبعدين 5 دي كنا. تطلع تلعب شوية وتدخل تاني 5. يعني انت بتطلع تلعب مثلا من 3:30 العصر ل5، تدخل تتفرج على عالم سمسم. ايوه. وبعد عالم سمسم تطلع تلعب تاني، تروح تصلي المغرب وتيجي تلعب شوية بعد المغرب وخلاص تدخل بقى. مم. انت احنا عارف؟ كنا بننزل يعني هو بعد يمكن عالم كده سمسم. بجد. احنا كنا بننزل ايه؟ بعد عالم سمسم احنا كنا بننزل بقى. لا، أنا كنت بنزل شوية قبله، وبعدين ندخل نتفرج على عالم سمسم أو نشوفه في بيت أي حد مننا، أو نطلع نكمل لعب كده. يا على الذكريات هي والله. كنا كلنا مرتبطين بالكورة وكورة في الشارع، وبرضه كنا أنا فاكر مرتبطين لأن بالمنتخب. برضو بصراحة كنا أنا مرتبطين أيامها كان لا، بالمنتخب مش جامد. يعني أنا كانت بدايتي يعني ما بتفرجش على كورة طبعا، ما بشجعش مم. كورة. بس أنا فاكر في 2006 كان رونالدينيو عامل حالة غريبة كده في الدنيا، اه. وكان اه بداية ظهور ميسي. وبعدين رونالدينيو ما كانش بيلعب كورة، يعني هو كان فاشن شو، فاهم؟ حاجة كده. في حاجة غلط بتحصل يعني. هو في حاجة غير الكورة دي، مش كورة. اللي ده فري ستايل، حاجة مش يعني فاهم. ايوه. كانت الأجواء وقتها مختلفة. بس انا وبعدين بقول بقى لك احنا ظهر. كنا في 2006 دي بالذات كانت بداية علاقتنا قوي بالمنتخب، وان احنا كنا مرتبطين قوي بالمنتخب اه، بسبب اه. كأس اللي كانت عندنا هنا. لا، غانا بقى بعد دي بالظبط، يعني دي كانت البداية. اه دي بس كانت أكتر اول حاجة أجواء احنا ارتبطنا فيها. أكتر أجواء شفتها غانا 2008. 2008. غانا 2008 دي حرفيا كانت اه. كارثة. كارثة. مم. اه بس بعد كده بعد 2012 برضو الموضوع بقى بدأ يقل تاني خالص 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 لحد ما انتهى.
هو في 2008 انا ذكرياتي انا فاكر يعني اكتر ذكرى حصلت في 2008 انا فاكرها، العلم بتاع المدرسه بتاع طنطا الاعداديه يا سيف. ياه. لو انت فاكر ياه. ايه اللي حصل في العلم ده قول. ما تقولش. عارف لو انت فاكر ابوس ايدك ما تقولش. انا مش فاكر كويس، بس انا فاكر ان في نصيبه. اه يا اسطى سان سيتي. العلم ده في ماتش، بعد ماتش من ماتشات مصر، مش فاكر ماتش مين بالظبط، العلم ده ناس نطوا في المدرسه بالليل وسرقوه علشان يطلعوا وطنيه. يحتفلوا بيه. ماشي. وطنيه فشخ الدنيا. ايوه احنا قعدنا اسبوع في المدرسه بنحيي العمود. بنحيي العالم اللي مش موجود. بالظبط. بنحيي العمود فيرتشوال لحد عالم. ما يجيبوا لنا علم. ده آه. كان طب يعني دي اكتر تمام ذكرى تمام. انا فاكرها. انا فاكرها في 2008 بصراحه. بس كنا مرتبطين قوي بالمنتخب، كنا مرتبطين قوي باللعيبه، كنا حابين اللي اه. بيحصل. اه انا بقول لك انا عمري ما كنت بني ادم كروي، بس يعني حتى ما كنت بلعب في الشارع بلعب عشان ما بنعملش غير كده، فاهم؟ هو ده اللي موجود دلوقتي. بالظبط. كنا بنلعب، بس عمري ما كنت البني ادم اللي هو عايز يطلع لعيب كوره والحاجات دي. ب 2006 بعد كده 2008 وكاس كاس كاس عالم القارات القارات باين 2009. مصر برازيل وايطاليا ومش عارف ايه. دي فايبس بقى، دي فايبس كامله يعني. دي انت كنت انت فاهم في بداية العيله بتتجمع عشان تتفرج على بالظبط. العظمه اللي بتحصل. بس بعد كده 2010 2012 ما اعتقدش ان انا شفت اي ما حاجه هو ليها احنا ما علاقه بالكوره صعدناش بعد بعد كده، 2012. احنا ما صعدناش اصلا افريقيا حتى بعدها. ما بقولك انا بعد 2012 دي ما شفتش كوره غير كاس العالم ده. واللي خلاني اشوف، انا كنت رايح في الشغل يعني في يوم، ولقيت واحد صاحبي كده من زيمبابوي جاي يسلم عليا ويقول لي ده انتوا عاملين اداء عالمي ومش عارف. انا مش عارف بعد ماتش بلجيكا، انا مش اه بعد عارف اول يعني. ماتش. فقلت له شكرا ومش عارف ايه وكده، وبعدين روحت. هو في ايه اللي حصل؟ ما عادي بنطلع وبناخد على عيننا ونروح وخلصنا يعني، فاهم؟ تروما 2018. اه فقلت اتفرج على الماتش كده، جيت اشوف لا ايه ده، لا لعب حلو في روح، في روح. حسن شحاتة في الملعب، عارف انت؟ حسن شحاتة وجوان حلو. موجود. اه وفي جوان حلو. في الاجوان حسن مش شحاتة في ثابته. الملعب، في روح، في ناس بتحمس، واللعيبة حلوة قوي مع بعض وروحها حلوة. كنت دايما تحس ان هم مش طايقين بعض كده. دلوقتي لا، حاسس ان صلاح لممهم حواليه يعني. أيقونة صلاح ده برضه. او عجز. اشهر جملة انتشرت في مصر كانت بعد الماتش التاني بتاع نيوزيلندا. ده اه كان اه سؤال مصر كلها كانت عايزة تعرف اجابته. احنا الشوط الاولاني بتاع ماتش نيوزيلندا لعبنا شوط من اسوأ ما يمكن. ايوه ايوه الشوط ايوه التاني نزلنا اختلاف 180 أيوة. درجة. مصر كلها عايزة تعرف حسام حسن عمل ايه في اللعيبة عمل ما بين في اوضه الشوطين. اللبس. ايوه احنا ايوه. حرفيا انا كنت في الشغل ساعتها، واحنا قاعدين كلنا، احنا ما قلناش غير جملة واحدة: حسام حسن دخل قفل الباب على اللعيبة وجاب ابراهيم حسن طلعوا طلع الحزام. عليهم شويه علب الحزمه لا متطبيه. هو هما الاتنين مسكوا الحزامة بالتوكة، انت فاهم، ودور فيهم الضرب. أيوة. نزلوا كانوا النجيلة. في فيديو لا اي معمول بصراحه. على الموضوع ده، مسخره. ايوه. هو مسخره. بغض النظر عن الريلز والكوميكس والحاجات اللي تحفة، بس بجد شابوه للإدارة إن هو فجأة عرف يحيي روح اللعيبة تاني ويخليهم ينزلوا تاني ويجروا ويلعبوا بالمنظر ده. دي حاجة تحفة. حسام حسن جامد جدا بصراحة يا جماعة، جامد 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 وروح، بصراحة. عنده روح. لا غير عنده الروح، روح. يعني هو مش مدرب روح بس، لا هو بيفكر وهو فاهم، وهو فاهم اللي بيفكر هو طبعا. انا بيعمله. ما بتكلمش في الحاجات دي لاني ما بفهمش فيها. لا انا هو بكلمك عامل على فرقة كبني ادم حلوة. عادي، انا اللي واصلني منه بس. هو عامل فرقة خدوا حلوة بالكم. وبيلعب حلو قوي اه. بصراحة. الفريق اللي بره الجهاز الفني قوي على فكره. يعني انا في جدا. واحد لسه عارف اسمه من قريب، والله ونسيت اسمه، بس انا فاكر وظيفته. عمل ايه؟ بيقول لك الحارس الاحتياطي بتاع استراليا نزل عشان ضربات ده الجزاء. في ده ضربات محلل الجزاء. الأداء بتاعنا، ده محلل الأداء. ايوه، محلل الاداء ده جامد جامد. م. بيقول لك ما كانش يلاقي ماتشات اصلا للواد ده، للاعيب الجون ده. وعرف شاف له ماتش او ماتشين حاجه زي كده، وعرف التكنيك بتاعه.
قال لي اللعيبه عندنا ان هو بيتحرك قبل ما الكره تتشاط. يا معلم، لا ده هو قعد اول ما بدأ ضربات الجزاء، جاب اللابتوب ولم اللعيبه حواليه وقعد ايوه شغل لهم فيديوهات لضربات الجزاء اللي اتشاطت عليه بس ده ايوه عشان بيتحرك يعرفوا يعني ده قبل ما بيدل على يشوطوا الجزاء ازاي. جاهزية يتشاط. الفريق، يعني هم جاهزين، هم اه جاهزين ايوه ومركزين وحاطين سيناريوهات لكل الاحتمالات، كل لو حاجه. وصلنا ضربات جزاء نعمل ايه. دي م. حاجة تحفة. ايوه يا ابني، لا هم يعني شغالين بصراحه، والجهاز جامد وحسام والنتيجة حسن باينة، جامد، يعني والنتيجه النتيجة باينه باينة ان هم بالظبط. شغالين.